اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده معانا فتح علبة سريع لكتل ممتاز جدا للرحلات او لشخص عايش لوحده او للطلبة. وكمان التانك ده يكمل الكتل. التانك ده برضو كويس للطلبة او للرحلات. التانك ده طبعا ايس تانك 6 لتر، وده لتر. المهم نفتح الكتل الاول او نشوف مواصفاته وبعد كده نشوف الايس تانك. ده كتل من سوناي اس اتش 2000. وفي خاصية ان هو ما يشتغلش لو مفيهوش مية، وده لتر، والقدرة بتاعته 1100 واط، يعني موفر للكهرباء، خصوصا لو انت هتسافر او هتروح مكان مش مضمونة فيه الكهرباء، ما تعرفش السلك يتحمل 2200 واط ولا ما يتحملش. فده 1100 واط، يعني نص بالنص. نقرأ مكتوب ايه عليه. غلاية سعة 1000 ملي، مصنوع من البلاستيك، مفتاح تشغيل إيقاف مع مؤشر إضاءة أحمر اللون يضيء عند تشغيل الغلاية. غلاية صغيرة ومثالية لاحتياجات السفر، متاحة بألوان جذابة، الأبيض والأحمر لاختيارك المفضل. طبعا في لون تاني اللي هو اللون الأحمر. نفتحها مع بعض. مكتوب عليها ضمان 2 سنين. ده كتيب إرشادات. طبعا سوناي شركة معروفة جدا في مجال الكتل. ده كتيب للمنتجات، وأيضا ضمان 2 سنين. ده الكتل، يعني هو ده رمادي، او انا مش بفهم في الالوان، اعتقد رمادي بابيض. هنا ده مؤشر. هنا كوبايتين. هنا 3 كوبايات. هنا 4 كوبايات، يعني يشيل معاك 4 كوبايات. المفتاح من اعلى. طبعا الميزة ان المفتاح من اعلى دي حاجة حلوة جدا، لان المفتاح الاسفل هتجد فيه انبوبة عشان توصل البخار للمفتاح ويفصل. انما حاليا المفتاح من اعلى، فالبخار من اعلى لما يوصل هتفصل، ودي اسرع وامن طبعا. وهنا دي التشغيل. طبعا هو تقدر تشغل من كل الاتجاهات، اي اتجاه هيشتغل معاك. وهنا اهو تفتحه. مش عارف ليه ما يفتحش الاخر، انا خايف افتحه اكتر من كده يتكسر. وهنا ده فيه فلتر، ودي اللمبة. هنا طبعا ده مؤشر من الناحية دي ومؤشر من الناحية دي، يعني هو لطيف كده صغير. الخامات بتاعته برايم بصراحة، بريميوم، اللي هي البلاستيك، يعني هاي كواليتي، يعني جودة عالية. بس السلك قصير بصراحة، يعني هيتعبك. طبعا لما تشتري اي منتج، يفضل يكون السلك اللي هو فيه الميلان ده، مش السلك المستقيم، ده احسن. هو فيه اهتزاز كالعادة برضو زي الكتل السابق. وهنا برضو يعني ممكن يكون هيتعبنا برضو في البخار اللي هيطلع من الجناب. وهنا الثبات بتاعه، بس هو يعتبر برضو جيد، يعني لو انا طالب مثلا، او انا ساكن لوحدي، او نفرين 3، او بتحتاج كل شوية تسخن للرضعة، ممتاز. بس طبعا تهتم بنظافته، يعني تنظف كل شوية عشان ما يعملش اي مواد مضرة. طبعا برضو ما تشتريش اي كاتل بلاستيك تكون من شركة مش معروفة، لان كتلات البلاستيك اكتر حاجة بتضر، فلازم لو هتشتري بلاستيك تشتريه من شركة معروفة. ده كده الكتل. ده ايس تانك. طبعا برضو انا لو طالب او لو عايش لوحدي، انا حاليا عايش لوحدي، فده بصراحة هينفعني جدا. 6 لتر تانك.
6 لتر ميدن ARE. تانك في ايد نضغط عليه. ده سعره كام وده والكتل سعره كام؟ التانك ده سعره على نون 125 جنيه، وممكن تجده في رينج 125 ل140، فيعتبر برضو افضل حاجة لانك مش هتشتري 2 لتر ونص ومش هتشتري 12. فهو ال6 ده ممتاز جدا للرحلات او لو انت طالب او عيلة صغيرة. اما ده سعره برضو بيتراوح من 200 ل250 حسب المكان اللي هتشتري منه. طبعا عشان جودته احسن من العادي يعني الستيل ستيل. بس طبعا الستيل ستيل الرخيص، انما الستيل ستيل الغالي طبعا لا يعلى علينا ان مادة الستيل ستيل الفولاذ المقاوم للصدأ افضل من البلاستيك بمراحل. بس ده يعتبر برضو خيار جيد لانه ما بيسحبش كهرباء، بس على حد علمي انه برضو بياخد وقت اطول من العادي في التسخين، لكنه خيار جيد يعني لو انت نفرين يعني ممتاز جدا. دي شهادة ضمان. هو مكتوب هنا في ماكرو فلتر بس مفيش حاجة راكبة هنا، مش عارف الراجل ضحك عليا. ماشي ما علينا. انت برضو لازم تجيب لك فلتر يعني الحنفية حتى لو 3 مراحل، بحيث على الأقل ينقي الشوايب اللي هي بتنزل أو بعض من الكلور. هو مش زي ال5 وال7 بس برضو أرحم من الحنفية لوحدها. واحنا الفيديو القادم إن شاء الله هعمل فتح فلتر تانك ال3 مراحل. المهم ده فتح علبة سريع كده ايس تانك او تانك ايس ايا كان الاسم، انا مش ضليع في اللغة الانجليزية. ده 6 لتر مناسب جدا للرحلات او للطلبة، وده 1 لتر مناسب جدا برضو للرحلات او الطلبة لانه الوات بتاعه مش عالي يعني نص الكتل الصناعي العادي هتلاقيه 2200، ده 1100 يعني نص بالنص. فبرضو كويس لان انت ساعات بتروح اماكن بيكون الفيش او السلك بتاعه ضعيف، ممكن ما يتحملش 2200 يحدث قفلة او السلك يسيح ايا كان يعني. فده برضو مناسب جدا. ده فتح علبة سريع. وبكده الفيديو انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال بخصوص اي حاجة بعملها فتح علبة اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.